نقول إلى بعض الغربال الناعقة التي تشوش عليكم والتي تبث سمومها صباحا مساء ويوم الأحد في عقول التونسيين والتونسيات من خلال استهدافهم للاتحاد، من خلال تشويههم للاتحاد، من خلال الافتراء على الاتحاد، لأن الاتحاد أكبر من أن يستهدف من قبل الأقسام التي رادت بهم رياح القرون الوسطى، لأن القرون الوسطى لا يمكن إلا أن تولد الخراطيم. عاش عاش الاتحاد، عاش عاش الاتحاد، عاش عاش الاتحاد، عاش عاش الاتحاد، عاش عاش الاتحاد. نقول إلى هؤلاء الذين يريدون من خلال استهداف الاتحاد العام توصل الشغل بالتشويه وبالكذب وبالافتراء، نعرف جيدا بأنهم لا يستهدفون هذا الصرح الوطني الذي سوف يبقى أكبر من أن تنال منه الأكاذيب والأراجيف من قبل جهات مشهود لها بالوضاعة وقلة التربية وقلة الاحترام. نقول لهم بأنهم يستهدفون تونس ويستهدفون البسطاء والضعفاء من أبناء وابنات تونس، لأن الاتحاد انخرط في المعركة الوطنية، انخرط في المعركة الاجتماعية. الاتحاد واضح، الاتحاد العام توصل الشغل لا حياد له، الاتحاد العام توصل الشغل منحاز للشعب، منحاز للبسطاء، منحاز للفقراء، منحاز للمرأة، منحاز للشباب، منحاز للديمقراطية، منحاز للعدالة الاجتماعية، منحاز لكل هذه القيم التي لا يمكن أن تعبر عن نفسها إلا من خلال مطالبها المشروعة. ولهذا بالروح بالدم نديك يا قروان، بالروح بالدم نديك يا قروان، بالروح ما بعدنا الكل، ما بعدنا الكل، بالروح بالدم نديك يا قروان، 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 بالروح بالدم نديك يا قروان. الاتحاد كان وسيظل وسيستمر في انحيازه الى هذا الشعب العظيم، هذا الشعب القائد والمعلم الذي لا يمكن ان ننحني الا اليه والى الله سبحانه وتعالى، وعدا ذلك كلها تفاصيل عابره في تاريخ هذا الوطن. اخوتي، نحن نقول الى بعض الخفافيش الذين يسيئون الظن بنا وبكم، لماذا كل هذا الاستهداف؟ هل أن مشاكل تونس تكمن في الاتحاد ومناصريه من الفقراء والبسطاء والمعطلين والصواولة، ولا مشاكل تونس تكمن في العصابات والمافيات اللي يتهربوا من دفع الضرائب، واللي يهربوا في الثروات، واللي يسرقوا في قوت الناس؟ افتحوا ملفات التهريب، افتحوا ملفات العصابات، افتحوا ملفات التهرب الضريبي، افتحوا الملفات نتاع الاستحقاقات الوطنيه الحقيقيه. اما احنا راهم نقولوا لهم الحضاير جزء من معركتنا، الحضاير الاتحاد العام توصل الشغل، حقق لهم مطالبهم ولن نساوم على حقوقهم وكرامتهم. كيف كل قضايا تسوية الرش، هذه قضية وطنية. الاتحاد قام وسيظل قائم بدور الوطني في الانحياز لهذه القضايا العادلة. اخوتي مناضلي هذه الجهة، نحب نهنيكم
واشد على ايديكم ونقول لكم ان القروان تستحق اكثر من هكا. القروان عاصمة الأغاربة، القروان الرسالة، قروان التاريخ، قروان الحضارة، العاصمة التاريخية للدولة الأغلبية. اليوم ما عادش مقبول وأنها تبقى في آخر الترتيب، في علاقة بالتنمية، في علاقة بالتشغيل، في علاقة بالنمو، في علاقة بالأمل في الحياة والحياة الكريمة. ليس قدرا على القروان، ولا يمكن أن نقبل أن تكون القروان قدرها الفقر والخصاصة والتهميش، بل قدر القروان أن يكون لها المكان والمكانة اللائقة التي تستحقها، والمكان والمكانة التي تستحقها. أنتم الذين تصنعونها. اليوم في هذا الاجتماع الوطني الجامع في حضرة الاتحاد العام التونسي للشغل قمتوا بعملية فرز حقيقي. أنتم عملتوا عملية فرز من بين القوى الحية، القوى الوطنية، القوى التقدمية من مكونات المجتمع المدني وحتى السياسي منه، وبين القوى اللي هي متسترة بالشعارات ومتسترة بالأكاذيب، واللي تضمر لشعبنا وللمفقرين منه ومن الطبقة الشغيلة على وجه الخاص العداء. اليوم حاولوا باش يفشلوا هذا اليوم التاريخي من خلال تنصيتيات دعوا لها بعض الجهات المشبوهة المعروف عدائهم للمنظمة وللشعب وللفئات المفقرة. اليوم نحب نقول لكم انكم فوتوا الفرصة على المتربصين ومقتنصي الفرص، قناصة الفرص، اقتنصوا الثورة واستحقاقات الثورة، واليوم يحبوا زادة يقتنصوا الاحتجاجات الاجتماعية باش يوقفوها حزبيا وانتخابيا لأنفسهم. لن تنطلي القروان واعية، القروان فاهمة، القروان اليوم درس في النضال والوحدة والوعي. اخوتي، قبلة على جبين كل حراير القروان، قبلة على جبين كل حراير القروان، قبلة على جبين كل شباب القروان وشابات القروان، قبلة لكل القوى الحية في القروان، وألف تحية وإجلال لشهيد الخبزة، لشهيد لقمة العيش المرة، لشهيد التهميش رابح الحديدي، محمد الهليلي أحد عمال الحظاير اللي مات وهو مستشهد ويعمل من أجل لقمة عيشه ومن أجل الكرامة. الكرامة هي إكسير الحياة، ولا معنى للحياة دون كرامة. وأنتم يا أهل القروان، وأنتم يا أهل القروان سوف تدافعون بالنواجس عن كرامتكم وعن حريتكم
وعن حقكم في الحياة فوق الأرض وتحت الشمس الذي نريدها أن تكون بازغة وجميلة، وبإشعاعها وشعاعها نبعث حياة جديدة في هذه الربوع العظيمة والدافئة في القروان الحبيبة. ألف تحية لكم إخوتي وأحبائي، ألف تحية لبنات القروان وشباب القروان ورجال القروان وشيوخ القروان وكهول القروان واللي ضحوا وشهداء القروان وكل من ساهم في المعركة الوطنية والاجتماعية. الاتحاد سوف يبقى سندا لكم مثل ما كنتم وستظلون سندا وجزءا من الاتحاد العام التونسي للشغل. اخوتي، سننطلق في مسيرة سلمية، وهذا درس آخر نعطيه لدعاة الغوغاء ولدعاة التخريب، بأن الاتحاد العام التونسي للشغل مدرسة كبيرة من نجم يفهمها كان اللي عارف تاريخ تونس وحافظ تاريخ تونس وثقافتها ودورها وتضحياتها وانحيازاتها، كما قال أحد النواب في رد على أحد النواب المعادين للشعب والاتحاد: الاتحاد مدرسة ما نجم يفهموا كل شيء الناس اللي فاهمين تاريخ تونس. أما الجهل الحاقدين فلهم أن يراجعوا أنفسهم ويرسكلوا أنفسهم في مدارس محو الأمية السياسية. الاتحاد عاش الاتحاد، عاش الاتحاد. ألف تحية لكم، ونحن نعد أهلنا في هذه الربوع بأننا سنستمر في الوقوف إلى جانبكم وفي الوقوف معكم وفي النضال معكم من أجل استحقاقاتكم الاجتماعية المشروعة. لا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها. السلام عليكم والعزة في تونس.